يا دكتور، في حد باعت لحضرتك على صفحه بيسالك هو طب الاسنان سهل ايه؟ ليه كل سنين الدراسه دي؟ لا طبعا الموضوع ده بقى هطول فيه، واسمحوا لي بقى يعني تسمعوني كويس. ليا واحد صاحبي خريج صيدله حبيبي قوي يقول لك انت قاعد 5 سنين بتدرس في بق. عايز اقول له ما تحسبش كده يا اسطى، ان انت دكتور حتى. 5 سنين ايه اللي بدرس في بق؟ لو انا هقعد 5 سنين بدرس في بق مش هقعد 5 سنين، هي سنه كفايه. انما طب الاسنان لو هتكلم عنه باختصار، طب الاسنان هو بيجمع ما بين العلم وما بين الفن. طب الاسنان دي حاجه صعبه جدا لا تقل اهميه عن الطب البشري. طب الاسنان دراسته صعبه جدا، ولكن عدد السنين اقل من طب بشري. طب الاسنان يا جماعه حلو جدا للي يحبه واللي عايز ينتج فيه وهينجح فيه. طب الاسنان في مصر متطور جدا، وصل لمرحله ما شاء الله زي بره ويمكن اكتر، وفي عيادات في مصر وصلت لاعلى حاجات من بره، كلهم اساتذتنا وليا الشرف ان كنت طالب تحت ايديهم في يوم من الايام. لو هتكلم باختصار عن طب الاسنان، هو مش 5 سنين في بق، انت بتدرس مواد بشري اللي انت بتتعامل مع بني ادم. البق ده اهم او من ضمن الاعضاء المهمه في الجسم، ده اول حاجه في الاكل وفي التذوق ومصدر للتلوث والمشاكل اللي ممكن تقابلك في القلب في المعده في المخ. البق الجزء بتاع الفك ده اهم حاجه. لما يجي نتكلم كده على الدراسه بصوره مبسطه، الموضوع طويل. انت لو بتدرس مثلا في مواد بشري، انت بتدرس هيستولوجي وفسيولوجي وسيتولوجي، علم الخلايا وعلم الانسجه وعلم وظائف الاعضاء، عشان بتدرس الحاجات اللي بتتعامل فيها مع بني ادم. لو انت بتتكلم مثلا في مواد بشري، انت درست الميكروبيولوجي، البكتيريا وانواع البكتيريا والمواد المستخدمه والمضادات الحيويه وغيره وغيره وغيره. لو بتتكلم على المشرحه اللي هي الوحش الكبير، انت دخلت المشرحه وشفت جثث، وعشان تعرف تشرح ازاي وتعرف التشريح ماشي ازاي، العصب جاي منين لفين وبيغذي ايه وفروعه ايه والانسجه اللي موجوده ايه والاورده والشرايين، عشان لما تيجي تدي حقنه البنج تبقى عارف انت بتعمل ايه، عشان لما تيجي تدب مشرط في بق مريض انت عارف انت رايح فين وجاي منين. دي كلها تفاصيل صعبه جدا. لو بتيجي تتكلم مثلا على مواد الاسنان، بتتكلم في اول حاجه الدنتال ماتيريالز او خواص المواد. المواد المستخدمه بتاعتك في الاسنان دي كلها ليها خصائص فيزيائيه وكيميائيه وحاجات خاصه بالفيزياء والكيمياء وغيره وغيره، تبقى عارفها ان انت بتستخدمها، سواء حشوات سواء مقاسات سواء انواع التركيبات وشغل الفني المعمل وهكذا. لو انت بتتكلم مثلا عن حته مثلا الميكانيكا والهندسه والديناميكا، دي موجوده في الاسنان. مفصل الفك ده ابداع رباني. الفتحه بتاعت الفك دي لما تفتح بقك، لما تحرك بقك قدام ورا او تحرك بقك يمين وشمال او تيجي تمضغ الاكل، ده حاجه من عند ربنا، ابداع مش طبيعي، هندسه ربانيه احنا بندرسها. دي كانت مش الشباتر او الفصول احنا ما بنحبهاش، صعبه. الاوكلوجن او عضله الفك مع العضلات اللي ماشيه بالتناسق وبالتناغم ده كله كان صعب جدا. لما تيجي تتكلم مثلا في الحاجات اللي احنا درسناها، الحشوات، تدرس الحشوات نفسها، تدرس شكل الحشوات نفسها، انت بتستخدم كونترا بترسم بيها، بتشيل التسوس وبتتفنن، بتعمل حاجات دقيقه في بق كل حاجته قد كده، انت مش بتعمل قلب مفتوح، انت بق قد كده. لما تيجي تخلع ضرس عقل في الجراحه، بتفتح المشرط، بتشوف المشرط ده انت ماشي منين لحد فين. الفتحه بتاعت اللثه دي ليها دراسه معينه وليها طريقه معينه تمشي بيها، لو حصلت مضاعفات دي مشاكل. لو بتستخدم الجزء او بتدرس الجزء سيستميك اللي هو ايه، بتتعامل مع مريض السكر والضغط والقلب والكبد واللي بيغسل كلى واللي بيزرع كلى واللي عامل قلب مفتوح، ازاي تتعامل معاه في الاسنان، واللي عنده امراض الست الحامل واللي عنده الغده واللي عنده مشاكل الدنيا والاخره واللي عنده اورام واللي ازاي تتعامل معاهم، وازاي تتعامل معاهم لو حصل مضاعفات في الشغل وانت شغال، الامرجنسي تريتمنت. ما انت ممكن تدي بنج يحصل مشكله، هتتعامل ازاي؟ ممكن مريض يسنكب او يغمى عليه منك، هتعمل ايه؟ لو ضرس اتكسر واصبح المريض بينزف هتعمل ايه؟ ده جزء. تعالى جزء الاطفال، لو بتتكلم على الاطفال، انت بتدرس نفسيات الطفل، ازاي تقنع طفل 4 سنين تقعده على كرسي الكبار بيخافوا منه عشان تديله حقنه وتنضف له وتشحشله الضرس، ازاي؟ بتدرس نفسيات الاطفال المختلفه. ازاي تقول لي بدرس بق بس؟ لو انت بتتكلم في حشوات الاطفال، انك تعيد تاهيل الطفل الصغير اللي اسنانه بايظه نتيجه تسوس الرضاعه، ازاي بتتعامل معاه؟ ازاي موضوع البنج الكلي مع الاطفال الصغيرين تدخله مع دكتور في اوضه عمليات ودكتور اطفال وهكذا. انت درست البطنه في طب الاسنان ودرست البطنه بتاعت بشري ودرست الاورال ميديسن، ازاي تدرس الاورام بتاعت الفك سواء في عظم الفك سواء في اللثه في اللسان في الخد غيره، ازاي تاخد عينات عشان تقدر تحلل الموضوع ده وتعرف تعالج الموضوع ده. الاورال ميديسن او البيريو ده فرع عندنا صعب جدا، والناس اللي فيه ناس تقال. بتتكلم على جراحه الوجه والفكين، دي العتاوله، لواحد ماسك لك الوجه والفكين دول بيعالجوا حوادث الطرق. لما يجي لك واحد مع عمل حادثه اتكسر الجمجمه ولا اتكسر الفك ولا حصل فيه تورم ولا اورام ولا غيره، ويفتح بالمشرط هنا وهنا من ورا الودن ونفصل الفك لو في مشكله، بتعالجها ازاي؟ ازاي تقول لي ده حاجه سهله؟ الموضوع عمره ما كان سهل، ده انا كده بكلم لك في دراسه نظري فقط.
انت بتضيع من عمرك كتير عشان تدرس الحاجات الصعبه كده. نظري فقط اللي بتكلم عنه. ترقيع العظم لما تيجي تفتح عمليه وتخش مثلا عشان تاخد جزء من الحوض او من الفخذ او من الرجل عشان ترقع عظم او ترقع لزق او ترقع لحم في الناس اللي بيحصل لها مشاكل. انت عايز اقول لك ان دكاتره الاسنان بتخش في عمليات كبيره مع الناس بتوع المخ والاعصاب، بيستعينوا بدكاتره الاسنان في بعض العمليات المعقده الكبيره. فريق طبي خاص بالاسنان بيشتغل في الجزء الوجه والفكين اللي خاص لو في مشاكل في المخ او غيره بيشتغلوا مع بعض ان باراليل بالتوازي مع بعض. لو بنتكلم في وجه وفكين، انا لو قعدت احكي لك من النهارده لبكره هكلم لك في حاجات كتير، ده كل ده نظري فقط. بعد كده لو تيجي تتكلم مثلا حشوات العصب، حشو العصب ده بيجيب لك ديسك من غير كلام. انت بتعمل عمليه معقده جدا، بتشتغل في الضرس قد كده في قنوات ضيقه بالمليمتر عشان تعالج العصب اللي هو النسيج اللي بيخلي المريض يتألم ما ينامش طول الليل. وتعرف تخش ازاي. افرض انت في حشو العصب ده اتكسر منك الفايل جوه، بتطلعه ازاي؟ بتعالجه ازاي؟ افرض الجدر اتكسر منك، افرض الضرس اتكسر وانت بتخلعه، ده بنتكلم في حشو العصب. العمليات الجراحيه اللي بتتم ما بعد مثلا الاكياس الصدريه اللي موجوده، السيستات وغيره، الخراريج اللي موجوده في الوجه والفكين، مريض لو جالك عنده وش وارم نتيجه خراج موجود مزمن من الاسنان، كل ده بتتعامل معاه ازاي؟ لو بتيجي تتكلم في التركيبات ودي فيها الهندسه، التركيبات الثابته المتحركه، طقم الاسنان اللي هو بيعوض الاسنان، وطبعا الكمال لله وحده، ده موضوع صعب جدا في تركيباته عشان المريض يتعود عليه بس ويتعود على جهاز جوه بقه، ده حوار صعب جدا. لو بتتكلم في التركيبات الثابته عشان تعرف تمضغ وتاكل وتعيد تاهيل الفك تاني ويبقى شكل المريض كويس، شوف انت بتبرد ازاي، بزوايا معينه، بميل معين، بشكل معين عشان التركيبه تنزل مظبوطه والفك يقفل صح. لو انت بتتكلم في الزراعه، وده بقى الحاجه المتطوره الجميله جدا، ان انت بتزرع فك لمريض ما عندوش تيران خالص وتحط زراعات من مواد معينه جوه عظم الفك او جوه الزيجومه او العظم اللي في الفك، الفكين اللي هنا، عشان تعرف تعمل زراعات كبيره. شوف ده بقى عامل ازاي. لو بتتكلم في الجزء المتطور اكتر، الديجيتال بقى السمايل، ولو بتتكلم في الديجيتال امبلانتولوجي، الحاجات الديجيتال في المقاسات والتركيبات وفي الزراعات، كل ده وتقول لي بدرس في بق بس. الموضوع صعب جدا، معقد جدا، وكل الكلام ده اللي بتدرسه علشان تطبقه على ارض الواقع. لما تيجي تتخرج، انت بتتخرج جي بي ممارس عام، مش كل حاجه تعرف تشتغلها، محتاج تتفحت حالات وشغل ردم وفحت عشان تعرف تتعلم، تشوف من هنا ومن هنا ومن هنا شغل خاص، شغل حكومه، وتتمرمط اول 3-4 سنين عشان تعرف تقف في عياده لوحدك. صعب ازاي وبدرس في بق ازاي؟ الموضوع محتاج حد فاهم عشان يقدر يقيم الموضوع ده، واللي هيفهم كلامي الدكاتره الصغيرين، وانا بتكلم في حاجه بسيطه، ده نبذه. انا لو هقعد من بكره احكي لك مش هخلص الموضوع. عمر ما كان طب الاسنان هو دراسه بق بس ولا دراسه سنه، للتوضيح مش اكتر.